طيب خلوني أقول لحضراتكم أن الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية قالت أن في عدد من الأشخاص التابعين لجماعة الإخوان المحظورة اعتدوا على فريق الموسيقى العربية في لندن وفي باريس، وده كمان يعني ضمن سلسلة الاعتداءات اللي حصلت زي اللي شاهدناه مع الدكتور علاء الأسواني في باريس، زي محمد نبوي اللي اتمنعت له الندوة في لندن. والحقيقة من الواضح ان الإخوان بيتحركوا بصورة أو بأخرى في العالم الخارجي بعد الفشل اللي منيوا بيه في الداخل المصري. خلونا نعرف من الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا يعني ايه تفاصيل الحادثه دي، لان ربما لسه الاعلام ما اشتغلش عليها كويس. دكتوره ايناس، بعد صباح الخير بطبيعه الحال، يعني لو تحكي لنا بس ايه اللي حصل، وكانت المساله في لندن ولا في لندن وباريس، ويعني كيف جاء لم يكن هناك نقاش، هذه فرقه الموسيقى العربيه وبالتالي كانوا بيعترضوا على ايه؟ الحقيقه احنا هو كان في لندن وفي باريس، وكنا يعني فرقة الموسيقى العربية، وكنا الاحتفال باحتفالات أكتوبر، وكانت الحفلة في باريس في اليونسكو، وبعدين في المركز الثقافي المصري بباريس، وبعدين بلندن. والحقيقة في الثلاث حفلات حصل يعني هجوم منهم، ولكن أخفهم كان اليونسكو، لأن الحقيقة كانت كل رجال وزارة الدفاع تقريبا كانوا موجودين، وكان في حماية كافية وكان في سيطرة كاملة. لكن في لندن الحقيقه كان الوضع مختلف خالص. هم واضح ان هم يعني بيتابعوا كل ما يحدث من فعاليات لمصر خارج مصر، وبيبقى في اتفاق، حاله اتفاق، لان نفس السيناريو اللي بيحصل في كل مكان هو اللي بيحصل يعني. فبيحصل بهجوم، وبيلبسوا التيشيرتات الصفراء وبينزلوا. لكن المسرح كان في لندن كان كبير الحقيقه، حصل هجوم ونزلوا على الستيج نفسه وعلى العازفين والفنانين، وهجموا على الناس اللي كانت حاضره الحفله. ولكن طبعا حصل حاله تصدي عنيفه جدا من المصريين سواء في باريس او في لندن الحقيقه. يعني حصل حاله دفاع رهيبه جدا ورفض ليهم تماما. ولكن طبعا الصوره كانت سيئه جدا امام اللي موجودين وامام الاجانب، اللي كان في اجانب كتير الحقيقه في البلدين يعني. انا بتصور انه النوع ده من الاداء يعني من قبل هذه المجموعات بيصب في نهايه المطاف لتوضيح من هم وما هي افكارهم وتوجهاتهم. بالظبط وهو ده اللي حصل. لان الحقيقه في باريس الحفله كانت هامه جدا جدا، وكان في شخصيات فرنسيه واجنبيه كثيره، وعدد من السفراء لبلاد كثيره جدا جدا، وفي نفس الشيء في لندن. وده اتشاف بالعين، واتشاف قد ايه رفض الشعب المصري اللي هو كان حاضر وموجود، والجاليات المصريه اللي موجوده لسلوكهم وليهم بشكل خاص الحقيقه بتصرفاتهم. ولكن في النهايه برضو يعني خرجوا، والاحتفالات تمت في منتهى الجمال وبنجاح كبير جدا جدا، لان اعتقد في النهايه الثقافه والفن هي اللغه الاقوى في اي مكان، وهنفضل نقاومهم بيها دايما يعني. اكيد ان شاء الله. طب اخيرا، لاحظتي انه المجموعات دي اللي بتبدا يعني بهذه الاعمال العنيفه او بالصياح او بالخروج عن النص، يعني هي مجموعات مصريه ولا مجموعات من لا مندس فيها طبعا؟ لا كان في، وبالذات في لندن الحقيقه كان في فلسطينيين، وكان في سوريين، وكان في وفي باريس كان في جنسيات اخرى للاسف الشديد طبعا، لان معظم المصريين رافضين لهذه التصرفات يعني من الجاليات المصريه اللي موجوده، ولكن قله. ولكن اللي لفت نظري الحقيقه ان فيهم شباب كتير، وهي دي المأساة يعني. الايام هتكشف الشباب ده مقتنع ولا مأجور ولا ايه مشكلته بالظبط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل الامنيات الطيبه للفن والدبلوماسيه الناعمه المصريه ان تستطيع ان تداوي الكثير من هذه الجروح. الدكتوره